السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لعيبة الزمالك، شكرا يا رجالة، سمعتوا الكلام وشرفتونا وفرحتونا، وفعلا ده اللي كنا بنتمناه منكم النهاردة، وده ان شاء الله الاول مش الاخر. واثبتوا فعلا ان انتوا رجالة وقد اي ظروف وقد اي تشكيكات بتتشكك فيكم. والنهاردة الحمد لله بدأتوا الخطوة الاولى اللي كنا بنتمناها لعودة الروح المعنوية تاني، وان انتوا تحطوا رجليكم باذن الرحمن ان شاء الله على السلم من اول وجديد وتكسروا الدنيا. وزي ما انا وعدت في الفيديو اللي فات ان شاء الله قبل 72 ساعة تكون مشكلة الارض اتحلت باذن الرحمن ان شاء الله، وهنحل المشاكل وهنفرح الدنيا كلها باذن الله، وربنا هينصرنا ان شاء الله باذن الله. هنفرح وانتوا هتكملوا بمنتهى الرجولة والجدعنة زي ما النهاردة شفنا منكم، وهي دي الروح المعنوية اللي احنا بنتمناها، وهي دي رجالة الزمالك وفرحتوا الجمهور. واحنا مش هنتكلم في تحليل فني الا في حاجات بسيطة قوي قوي، من حتة اوقات في المباراة حصل فيها زي تعالي، لا ده لسه بدري قوي 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 على الكلام ده. ادينا شفنا بعد ما كنا راكبين الدوري وفرق كبير بسبب التخاذل وبسبب التقصير وحتة التعالي دي، خسرنا نقط ملهاش اي 30 لازمة من فرقة صغيرة وفرق بتدعي ان هي كبيرة. فعموما باذن الله ان شاء الله اللي جاي احلى باذن الرحمن، واللي جاي فيه وعود كتيره قوي منكم لينا ومننا ليكم، سواء بانكم هتسترجلوا زي ما انتم معوديننا، وسواء ان احنا نبقى في ظهركم زي ما احنا معودينكم. وما بيننا كلنا وقدامنا وفوق راسنا وقدام عينينا كيان بنعشقه كلنا اسمه نادي الزمالك. هنفضل باذن الله محافظين على الكيان ده وندعمه لغايه ما يرجع واقف على رجليه زي الحديد زي ما هو طول عمره موجود، اكبر كيان واكبر قلعه رياضيه في مصر وفي افريقيا وفي الشرق الاوسط. وباذن الله باذن الله هنفرح قريب قوي، وزي ما بشرتكم هبشركم تاني وهنأكد وهتفرحوا باذن الرحمن. والف الف مليون مبروك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.